السلام عليكم. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع مهم، على الجرائم المنظمة، بحال جريمة المخدرات اللي متورط فيها رئيس اللي كان رئيس نادي الوداد سعيد الناصري. وشحال من حاجة غادي نشرحها لكم باش تفهموا الموضوع كيفاش داير. الناصري في الجلسة اللي كانت في الجمعة الماضية قدام المحكمة وقف قدام القاضي علي الطرشي في محكمة الاستئناف في كازا الدار البيضاء. قال كلام مهم ومثير، كيقول بأن هاد التاجر كيتهموه بأنه خدام مع بعيوي السياسي المعروف ومكلف باللوجيستيك والعلاقات العامة، وهذا الشيء في السياق ديال شراء الطريق، يعني الرشوة وتسهيل التهريب. ولكن الناصري رد وقال هذا السيد ما كيهاجمنيش انا، راه كيهجم على النظام ديال البلاد اللي معروف بالمصداقيه في العالم. وزاد قال كيهضر على العسكر، كيقول بانه كيرشيهم وانه كيطلب من المحكمه تجيب شي واحد من هاد الاجهزه الامنيه العسكريه يثبت هاد الشيء الا كان بصح. المحكمة سدات الجلسة وقررت التأجيل ديالها حتى الجمعة الجاية باش يكملوا الاستماع. بمعنى آخر الناصري كيقلب طاولة وكيقول باللي هاد الاتهامات فيها إساءة لمؤسسات الدولة كاملة، ماشي غير ليه بوحدو. أولا بغيت نشرح للناس كتير ما كيعرفوش هاد الكلمة اللي هي اللوجيستيك. كلمة لوجيستيك اشنو كتعني؟ هي مصطلح يستعملوه بزاف في المجالات التجارة، النقل وحتى في العسكر. معناها بالتفصيل هو تنظيم وتنسيق جميع العمليات اللي كتخلي واحد الخدمة او السلعة توصل من نقطة البداية حتى نقطة النهاية بطريقة فعالة. ها كيفاش كنفصلوها. النقل، واحد النقل شكون غادي ينقل، واش بالشاحنة الطيارة ولا البحر. جوج التخزين، فين غادي يتخزن هذا السلع مؤقتا حتى توصل وقت التوزيع. ثلاثة التوزيع، كيفاش غادي نوصلوا المنتوج او الخدمة للناس، شكون مكلف بهذا الشيء. أربعة الامدادات، كيفاش كنوفروا المواد او المعدات في الوقت والمكان اللي محتاجينهم فيه. خمسة تخطيط تنظيم المراحل، وقت التكاليف وتفادي المشاكل قبل ما توقع. مثال بسيط، الى شركة بغات توصل منتوج من الصين حتى المغرب، اللوجيستيك كيدخل في اختيار طريق النقل، الجمركة ديالو، التخزين ديالو في الميناء، ومن بعد التوزيع ديالو على المحلات. في الملف ديال الناصري ملي ذكر اللوجيستيك المقصود بها هو انه حسب الاتهام كان مكلف تنسيق ونقل الاشياء او الاشخاص، ويمكن حتى تأمين الطريق، شبكة التهريب، يعني الدور التنظيمي الحساس. سؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس ومنهم انا، علاش هذا القضايا كتطول بزاف؟ يعني تقدر تطول حتى السنين والعيمان. علاش هاد النوع من الجرائم خصوصا اللي فيها شبكة تهريب دولية، رشاوي وتداخل مع الشخصيات معروفة او مؤسسات حساسة بحال الامن، الجمارك او السياسة، كيطلب وقت طويل بزاف باش يتحققوا فيه. وها علاش. واحد تشابك الأطراف، القضية ماشي فيها شخص واحد بل شبكة كبيرة وكل واحد عنده دور مختلف. جوج جمع الأدلة، خاص الشرطة والقضاء يجمعوا الدلائل القاطعة ماشي غير الاتهامات. ثلاثة تأكد بالشهادات، كاين اللي كيقول شي حاجة باش يعتق راسو، وخاص المحكمة تميز بين الكذب والحقيقة. أربعة
حساسية الموضوع، ملي كتدخل مؤسسات رسمية في الموضوع كيبغي القضاء يتعامل بحذر باش ما يكونش تبعات سياسية أو تشويه البلاد بلا دليل. 5. الضغط والتدخلات. في بعض الحالات كيكون الضغط من جهات قوية تحاول توقف أو تبطئ الفساد، يعني بحال هاد الملفات كتشبه تفكيك خيوط العنكبوت، خاص الوقت، التركيز والدقة. وهذه معلومات إضافية باش تكمل الصورة على علاش هاد الجرائم كتطول فيها وكيفاش كيتعاملوا معها. 1. التعاون الدولي، حيت بحال اسكوبار الصحراء عنده جنسية مالية وكيخدم في شبكة دولية، خاصو تعاون مع الشرطة الدولية الانتربول والسلطات الدول الأخرى. هادشي كيحتاج مراسلات رسمية، ترجمة وثائق وتنسيق قانوني، وكله كياخد وقت طويل. 2. التحقيق المالي، واش الفلوس اللي عندهم نظيفة ولا ناتجة عن المخدرات. هنا كيدخلوا خبراء في تبييض الأموال وتحليل المعاملات البنكية، وهذا التحقيق كيكون دقيق بزاف وحساس، خصوصا إلى دخلت شركات وهمية أو استثمارات كبيرة. 3. حماية الشهود. في هذا النوع من الملفات الشهود كيكونوا مهددين، خصوصا إلى تكلموا على أسماء كبيرة. كاين حالات كيضطروا يبدلوا الهوية ديالهم أو يتحطوا في حماية خاصة، وهذا الشيء كيزيد يعقد المسطرة. 4. الإعلام والرأي العام. من كيكون الاسم معروف بحال سعيد ناصر اللي كان رئيس نادي الوداد، القضية كتاخد اهتمام كبير من الإعلام والرأي العام، وهذا الضغط كيدفع القضاء ياخد الوقت باش يكون دقيق وما يتهمش أي واحد بالباطل. 5. الجلسات والمحاميين. كل متهم عنده محامي، وكل محامي كيقدم دفعات قانونية كطلب تأجيل أو استدعاء الشهود، وهذه أمور قانونية خاص المحكمة تحترمها وكتزيد طول الوقت. كاين بزاف ديال القضايا مشهورة اللي كتشبه بزاف لقضية اسكوبار الصحراء، تشابك النفوذ والمدة الطويلة ديال التحقيق. وهاد البرة القضية وقعت في المغرب فعلا، وهي قضية بارون المخدرات نجيب الزعيمي. شنو وقع؟ نجيب الزعيمي كان من أكبر بارونات المخدرات في المغرب، ودار شبكة كبيرة لتهريب الحشيش نحو أوروبا، وكان عنده علاقات مع رجال الأمن جمركيين وسياسيين حسب التحقيقات. في 2010 تم توقيفه، ومن بعد بدأوا التحقيقات اللي فضحت وجود شبكة كبيرة متورطة في تهريب المخدرات، رشوة وحتى جرائم قتل وتصفية. مدة التحقيق من 2010 حتى 2015، يعني 5 سنين، والملف باقي كيتحرك بين التحقيق، الجلسات وإحضار الشهود وحتى التسريبات كانت تخرج وتخلق ضجة. شكون تحاكم معاه أزيد من 30 شخص، منهم رجال أمن جمركيين، موظفين كبار، وحتى أشخاص من ذوي النفوذ. الحكم النهائي نجيب الزعيمي تحكم ب20 سنة سجنا نافذة، والبقية توزعوا بين البراءة وأحكام وصلت حتى ل10 سنين. علاش طولت القضية؟ لأنه عندها أبعاد إقليمية ودولية، التهريب نحو أوروبا، لأن فيها شخصيات حساسة حتى الأمنيين، لأن الزعيم يحاول يفاوض ويقدم أسرار مقابل تخفيف، ولأن كل خطوة والقضاء خاصة تكون موثقة ومبنية على أدلة، خصوصا جرائم بحال هذه. كاينه قضيه مشهوره عالميا وكلشي كيعرفها، قضيه بابلو اسكوبار كولومبيا. شنو وقع؟ بابلو اسكوبار
كان زعيم أكبر كارتيل مخدرات في العالم، كارتيل ميديلين، في الثمانينات وبداية التسعينات. كان كيصدر الكوكايين لأمريكا وأوروبا، وكيجني منها ملايين الدولارات في النهار. ولكن ماشي غير التهريب، كان كيرشي السياسيين، الشرطة، وحتى كيأمر بالاغتيالات. مدة تحقيق المطاردة، المخابرات الأمريكية والجيش الكولومبي تابعوه أكثر من 7 سنين، من 1986 حتى 1993، وكانوا كل مرة كيتقربوا ليه كيهرب، وكان محمي بالشبكة ديال الناس الفقراء اللي كيعطيهم الفلوس وكيعاونهم، حتى ولاو كيعتبروه بطل شعبي. النهاية في دجنبر 1993 تم التصفية ديالو فوق سطح دارو في ميديلين. ولكن رغم الموت ديالو التحقيقات في الكارتيل بقات كتمتد سنوات. تحكموا بزاف من الشركاء ديالو، وبعضهم حتى الآن مازال في السجن. علاش القضية طولت؟ لأنه كان محمي بشبكة ضخمة كبيرة، لأنه كان عنده أموال خيالية كيشري بها الصمت والنفوذ، لأن بعض المسؤولين في الدولة كانوا خدامين معه سرا، وكان كيتعامل مع مافيا الدولية خصوصا في المكسيك وأمريكا. هاد النوع من القضايا كيخلينا نفهموا أن فاش كيكون الفلوس بزاف والسلاح والعلاقات والعدالة كتمشي بشوية، ولكن كتوصل في الآخر. من بين هاد القضايا كاين قضية مشهورة أخرى، قضية كوزا نوسترا، المافيا الصقلية. شنو وقع؟ كوزا نوسترا هي وحدة من أكبر عصابات المافيا في إيطاليا والعالم، وكانت مسيطرة على العديد من الأنشطة الإجرامية، من تهريب المخدرات، الابتزاز وغسيل الأموال، وحتى التلاعب في الانتخابات. من بين أكبر القضايا اللي طالت المافيا كانت القضية المرتبطة بجيجي كاسي، واحد من كبار زعماء المافيا في الجزيرة الصقلية، اللي كان متورط في العديد من الجرائم الخطيرة. مدة التحقيق والمطاردة، التحقيقات بدات في السبعينات ودامت أكثر من 20 عام، حيث كانت العمليات سرية وتدخلات الشرطة الإيطالية والمخابرات ومعهم الشرطة الدولية الانتربول. لكن التحقيقات كانت معقدة بزاف، لأن المافيا كانت كتسيطر على بزاف من المؤسسات في إيطاليا. النهاية في 1993 تمكنت الشرطة الإيطالية من تفكيك جزء كبير من شبكة كوزا نوسترا بفضل شاهد الشرف جيجي فيردوني، وهو شخص كان قد تراجع عن ولائه للمافيا وتعاون مع الشرطة. ومع تطور التحقيقات بدأت تنكشف الهوية ديالو للعديد من أعضاء المافيا، لكن جيجي كاسي غبر، وكان من المعتقد أن المافيا حاولت تخلص منه. لكن بعد سنوات طويلة من التحقيق تم القبض عليه في سنة 2000. علاش القضية طولت؟ سيطرة المافيا على المؤسسات. المافيا كانت متغلغلة في الأجهزة الأمنية والسياسية، تهديدات والعنف، الشهادات اللي كيجمعوها كانت كتعرض للخطر، كانت المافيا كتهدد الشهود والشرطة. العمليات السرية، لأن العصابات كانت كتعامل مع شبكات دولية. شهادات الشرف، كان من الصعب العثور على أشخاص يتعاونوا مع القضاء بسبب الخوف من الانتقام. هذه القضية ديال المافيا الإيطالية هي من بين أكبر القضايا اللي طالتها التحقيقات في أوروبا، واستغرقت
مدة طويلة بزاف، بحيث أنها كشفت العلاقات الداخلية والعالمية اللي كانت كتمتد من إيطاليا حتى أمريكا الجنوبية. من بين هاد القضايا كاين قضية أخرى مشهورة، قضية كارتيل ريو دي جانيرو البرازيل. شنو وقع في البرازيل؟ واحدة من أكبر العصابات الإجرامية هي كارتيل ريو دي جانيرو، المعروفة بالكوماندو فيرميلهو، القيادة الحمراء. هاد العصابة كانت متورطة في تهريب المخدرات، تجارة الأسلحة، وحتى الاتجار بالبشر، وكانت كتسيطر على العديد من الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو. مدة تحقيق ومطاردة. القضية ديال هاد الكارتيل دامت أكثر من 15 عام، خصوصا بعد ما بداو كيكتشفوا بعض الأنشطة اللي كانت متورطة فيها شخصيات كبيرة في الحكومة والشرطة وحتى بعض رجال الأعمال. التحقيقات كانت كتتم بشكل سري، والشرطة البرازيلية كانت كتواجه تحديات كبيرة بسبب النفوذ الكبير ديال العصابات، خصوصا في المناطق الفقيرة. النهاية في 2008 تم تنفيذ واحدة من أكبر العمليات ضد الكوماندو فيرميلهو تحت إشراف الحكومة البرازيلية. تم الاعتقال العديد من كبار الزعماء بما فيهم بعض العناصر الرئيسية في الكارتيل، ولكن القائد الرئيسي جواو باربوسا الملقب جواو دي فيسينتي تمكن من الفرار لعدة سنوات. في 2015 تم القبض على جواو باربوسا بعد سلسلة من العمليات الاستخباراتية الكبيرة، وكان كيقولوا أن الاعتقال ديالو كانت نتيجة تعاون مع وكالة الأمن الدولية. علاش القضية طولات؟ سيطرة على الأحياء. العصابات كانت كتسيطر على عدة أحياء في ريو دي جانيرو، وكانت كتمنع أي تدخل الشرطة. العلاقات الواسعة. العصابة كانت متورطة مع العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية، وهذا الشيء صعب التحقيق. العنف والتخويف. الشهادات اللي كانت كتوصل الشرطة كان يتم تهديد الأصحاب ديالها بالقتل. التنسيق الدولي. بسبب تهريب المخدرات للأسواق الأمريكية والأوروبية كانت تحتاج القضية إلى تعاون دولي كبير، مما زاد من التعقيد ديالها. هذه كانت قضية كارتيل ريو دي جانيرو في البرازيل، والتي قد تدوم سنوات طويلة بسبب الحجم الكبير ديالها وتأثيرها العميق على المجتمع والدولة. رغم أن بعض كبار القادة تم القبض عليهم، إلى أن الشبكة الإجرامية كانت كبيرة ومعقدة، وبعض الأجزاء منها باقي موجودة لحد الآن. عصابات مثل الكوماندو فيرميلهو في البرازيل كتبقى متغلغلة العديد من الأحياء وحتى في بعض القطاعات السياسية والاقتصادية، وهذا هو السبب في أن التحقيقات مستمرة رغم اعتقال العديد من الأفراد ديالها. قضية فعلا ما يمكنش يتم حلها بشكل كامل في فترة قصيرة، خصوصا إذا كانت تمك علاقات مع جهات قوية أو تورط جهات داخلية، وهذا كيخلي حل القضايا الإجرامية من هذا النوع أمر صعب ومعقد. وحتى بعد الاعتقالات من الممكن تبين أشخاص جداد وتنظيمات أخرى جديدة تستمر في العمل بنفس الطريقة. حالات بحال هذه كاين حاجة اسمها تفكيك الشبكة، وهو أن القضاء أو السلطات الأمنية يتابعوا الخطوات كلها، حتى لو كان بعض الأفراد كيحاولوا يعودوا بناء شبكات جديدة. القضية كتطول، ولكن
في الأخير كيتم القضاء على جزء كبير من هذه التنظيمات. وأخيرا كمثال على هذه القضايا كاينة قضية عصابة رائف عيسى في لبنان. شنو وقع؟ عصابة رائف عيسى كتعتبر واحدة من أكبر العصابات الإجرامية في لبنان، وكانت كتعمل في تهريب المخدرات، الابتزاز، تجارة الأسلحة وتجارة البشر، وتأسست في مناطق معينة في بيروت والمحيط ديال بيروت. مدة التحقيق والمطاردة، التحقيقات في هذه العصابة استغرقت سنوات طويلة، لأنهم كانوا عندهم شبكة كبيرة للحلفاء في داخل لبنان وفي الخارج. كانت العمليات الإجرامية كتمتد من لبنان إلى سوريا والأردن وحتى بعض الدول الأوروبية. وفي البداية كان من الصعب الوصول لأي دلائل قوية ضد هذه العصابة بسبب النفوذ ديالها. النهاية في 2015 تمكنت قوى الأمن الداخلي اللبناني بالتعاون مع الشرطة الدولية الانتربول من توجيه ضربات قوية للشبكة. تم القبض على علي رائف عيسى في 2016 بعد عملية استخباراتية كبيرة، وتمت المحاكمة ديالو بتهم تهريب القتل والابتزاز. رغم القبض على العديد من أفراد العصابة فإن التحقيقات لم تتوقف واستمرت لفترة طويلة، حيث تم الكشف عن المزيد من الأفراد المتورطين في الجريمة المنظمة. علاش القضية طولت؟ التشابك الدولي، العصابة كانت كتمتلك علاقات مع عصابات أخرى في المنطقة مما جعل القضية معقدة. نفوذ العصابة داخل لبنان، كان لها علاقات مع بعض الشخصيات السياسية والأمنية مما جعل التحقيقات تواجه صعوبة. تهديدات والابتزاز، كان تم ضغط كبير على الشهود والسلطات حيث تعرضوا للتهديدات. الاستراتيجيات المعقدة، العصابة استخدمت أساليب متطورة لإخفاء الأنشطة ديالها، وكانت كتقوم بتوظيف أشخاص من خلفيات متعددة للحفاظ على سرية العمليات ديالها. النتيجة النهائية، حتى بعد تفكيك جزء كبير من العصابة واعتقال رائف عيسى، تحقيقات مازال ما زالت بشكل كامل. باقي تماك بعض الأفراد اللي يعتقد أنهم تابعين الشبكة والذين ربما يكونون قد اختفوا أو يعملون في أماكن أخرى. هذه القضية كانت معقدة بزاف، خصوصا في الدول مثل لبنان، حيث الشبكات الإجرامية يمكن تكون متشابكة مع النخب السياسية والاقتصادية، والفساد في بعض الأحيان كيخلي الأمور أصعب. خلاصة الموضوع، القضية ديال سكوبار الصحراء كتشكل نموذج صارخ على كيفاش شبكة الجريمة المنظمة كتخترق حتى الواجهات السياسية والرياضية، وكتوري لنا أن الفساد ماشي مسألة بسيطة، بل شبكة معقدة كتحتاج وقت طويل وصبر كبير باش تفكك، سواء في المغرب أو في الدول الأخرى بحال إيطاليا، لبنان، البرازيل، الجزائر. في كل الدول القاسم المشترك هو أن العدالة رغم البطء ديالها كتحاول توصل للحقيقة وسط زخم من المصالح والضغوط. وهذا الشيء كيخلينا نفهموا علاش التحقيقات كطول، لأنها كتمس أشخاص نافذين ومصير الشعوب ومؤسسات كتعلق بالنزاهة ديال الحكم.